ما تيجوا ناكل حاجة حلوة النهاردة من غير سكر ومن غير دقيق ومن غير أي سعرات حرارية. هنعملها في دقايق وهتكون جاهزة معانا. الناس بقى اللي بتروح الجيم والناس اللي عاملة دايت ونظام غذائي دي هتنفعكوا حلو قوي. متنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو كده زيكم واشتراك في القناة ويلا بينا. هنحتاج كوبايتين من الشوفان، وده طبعا بيتباع عند العطار، هتلاقوه موجود في اكياس بقى مغلفة، او هتقولي له عايزة شوفان سايب زي ما انت عايزة. هنحتاج كوبايتين وكوباية وربع من الحليب، هنحطهم عليه وهنديهم تقليبة كده وهنسيبه لحد ما يشرب الحليب. هتلاقيه بقى ايه، بدأ يشربه كده وعجن كده في بعضه. تمام، هنديله تقليبة وهنركنه على جنب عقبال ما نحضر بقية الوصفة بتاعتنا. يلا بينا نكمل. هنحتاج بقى حوالي من موزتين كبار، بس انا عشان الموز عندي هنا صغير فاستخدمت 3 موزات. هنهرسهم كويس جدا، يعني ما بقاش فيه تكتلات، نهرسهم كويس جدا ان هو ده مصدر السكر بتاعنا النهارده في الكيكه اللي احنا هنستخدمها. اهو زي ما انتم شايفين هرسناه كويس جدا. هنجيب بقى اي طبق غويط كده، اي بوله او اي طبق، وهنبدا ان احنا نحط عليهم حوالي بيضتين بدرجه حراره الغرفه عادي خالص. هنضيف عليهم البيضتين بتوعنا. هنحط لها شويه فانيليا. عايزه اقول لكم ان الكيكه دي من الكيكات اللي فعلا طعمها حلو قوي، وفي نفس الوقت ما بتخنش خالص وسعراتها قليله. ممكن بقى نشربها مع قهوه، ممكن نشربها مع شاي، زي ما انتوا عايزين، بس من غير سكر طبعا عشان احنا عاملين دايت بقى، يعني احنا ناس صحيين. هنقلب بقى البيض مع الموز كده زي ما انتوا شايفين لحد ما البيض يندمج مع الموز خالص. ممكن تضيفوا بقى هنا سكر دايت، وممكن نضيف عسل ابيض. انا ضفت عسل ابيض بس في الاخر خالص، ما فيش اي مشكلة يعني. هنحط بقى حوالي 4 معالق من الكاكاو الخام غير محلى، مفيهوش سكر خالص. وهنبدأ برضو نحط له ذرة من الملح كده. الملح طبعا بيعادل الطعم وبيخلي نكهة الحاجات اللي احنا بنحطها بتبان. هنحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة يعني ده بيعادل معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهنبدأ ان احنا نقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه. ده يعني خليط حلو جدا، مفهوش اي سعرات حرارية زي ما انتم شايفين. ما ضفناش سكر ابيض خالص، ولا ضفنا اي دقيق ولا اي حاجة خالص. هي هنقلب كده لحد ما كله يمتزج مع بعضه، ويبدأ الكاكاو بتاعنا بيلمع كده زي ما انتم شايفين. هو اصلا شكله حلو قوي. هنبدأ نجيب بقى الشوفان بتاعنا بعد ما نقعناه في اللبن وشربه كويس، يعني هتلاقيه كده عجن معاكي وهتلاقيه شربه كويس. هنبدأ نضيف له الخليط اللي احنا عملناه ده اهو. هنضيفه كله طبعا. الاسباتولا دي حلوة قوي، بتسيبلكيش اي حاجة في الطبق، يعني بتنزلك كل الحاجات اللي موجودة في الطبق اهو. هنضيفه. عايزة اقول لكم ان الكيكات دي ممكن تعملوها بسرعة، ما بتاخدش وقت. والناس بقى اللي بتروح الجيم زي ما قلت في الاول ممكن تاخد معاها قطعة كده لو انت عايزة حاجة مسكرة، او لما تحسي بقى ان انت عايزة حاجة مسكرة في نص اليوم وزهقتي بقى من الفاكهة وزهقتي من الحاجات دي خلاص. على فكرة ممكن تضيفوا لها فاكهة في النص، يعني ممكن تحطوا قطعة تفاح، ممكن نضيف مكسرات زي ما انتوا عايزين. يعني النكهات دي حسب ما انتوا عايزين، ما بتفرقش مادام حاجات سعراتها قليلة فخلاص عادي، مش هتبوظ الوصفة يعني. هنقلب كويس وهنجيب بقى اي صينية كده مدورة او مستطيلة زي ما انت عايزة، حطينا لها بقى شوية زيت كده وحطينا كاكاو ووزعناه عشان ما يلزقش معانا، ما حطيناش دقيق برضه. وهنبدأ نضيف الخليط بتاعنا كله. في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، بيسخن معانا كويس. وبعدين ببدأ ان انا ادخل الخليط اللي انتوا شايفينه ده، بندخله الفرن حوالي، يعني هو قعد معايا حوالي 40 دقيقة. 40 دقيقة بالظبط كان جاهز معانا. اول ما بتطلع بتبقى سخنة جدا طبعا اهي زي ما انتم شايفين. بصوا هي قبت خلاص، يعني هي نفشت بس مش كتير، ما بتبقاش منفوخة قوي زي الكيكة العادية اللي احنا بنعملها. هنحضر لها صوص حلو بقى، يعني اي شوكولات خام عندك، وهنحط لها ربع كوباية من اللبن السخن. وهقلب كويس خالص لحد ما الشوكولاتة بتاعتنا تسيح مع اللبن. ممكن تضيفوا لها معلقة كاكاو عادي خالص اهو. هنقلب كويس لحد ما الصوص بقى يفتح معانا كده. طبعا كل ما هنسيبه هيتقل شوية علشان طبعا اللبن سخن فهيبقى سايح كده. هنطلع بقى الكيكة بتاعتنا، قلبناها في الطبق بقى، وهنحط لها الصوص اللي انتوا شايفين التحفة ده. شفتوا سعراتها حرارية قليلة وكمان طعمها حلو قوي ومفيدة، لان الشوفان مفيد جدا طبعا. ادخلوا شوفوا فوائده عاملة ازاي.
البيض مفيد بروتين، والعسل النحل لو انتوا هتحطوا لها عسل برضو حلو جدا، والموز بتاعنا مفيد جدا. فهي من الحاجات المفيدة وفي نفس الوقت مسكرة، وهتديكي باور خلال اليوم، وهتكسر الروتين اللي احنا بنعمله. جربوها، متنسوش تقولولي رأيكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، وشكرا ان انتوا كملتوا معايا الفيديو للنهاية.